بيبدأ الفيلم وبتشوف حادثة جامدة على الطريق، والعربية طارت ونزلت على قضبان سكة حديد، وفيها بنشوف بطل حكايتنا روني اللي كان متبهدل خالص، بس كان شكله مبسوط والقطر جاي عليه وكأنه عاوز يموت. بعدها بنروح المستشفى معاه وبيدخل غرفة العمليات، وبتحاول الدكاترة انهم يفوقوه. وهنا وصل اخوه جيتو اللي قاعد يدعي له لانه بيحب اخوه جدا. وبالفعل بيفوق روني، ولكن الدكتور بره بيقول للجيتو ان روني في غيبوبة وممكن تطول معاه شوية. وبالفعل بيعدي 7 شهور وبيفوق روني، واول ما بيصحى بيمسك ايد الممرضه وبيقول لها فين اليشا؟ قالت له فوق بس انت واحنا نجيب لك اليشا ومريم فارس واللي انت عاوزه. المهم بيرجع روني على البيت وبيكون قاعد يستعيد ذكرياته مع حبيبته اليشا، وبيفوق على صوت ناس تحت بينزل ليهم واتاريه عزا. قام قايل ليهم انتوا شويه بهايم وازعجتوني، وبعدين مين الخروف اللي انتم حاطينه في التابوت ده؟ قالوا له يا ابني عيب عليك، دي جنازه مش ماتش كوره. وكان قاطع سلك كهربا في ايده، ولما قرايب الميت حاولوا يتدخلوا قال لهم تعالوا لبابا يا حبايبي، وقام مروق فيهم شويه ضرب بقى اكشن على بروسلي على مش عارف مين كده. المهم قام معاهم بالواجب، واخوه جيتو بيتفرج عليه من البلكونه. تاني يوم خدوا جيتو على الدكتور وبيقول له روني تعبني خالص يا دكتور، سايبني اعمل شغل البيت كله لوحدي، ده حتى ما بيغسلش طبق واحد. الدكتور بيقول له ليه كده يا روني مزعل اخوك ليه؟ قال له ما هو عيل خرع، شايفني بضرب 10 رجاله لوحدي في الشارع وهو بيتفرج عليا من البلكونه فوق، ما رضيش حتى ينزل يسقف لي. اخوه قال له 10 رجاله مين؟ بص انت يا دكتور. وورى الدكتور فيديو، والدكتور استغرب جدا وراح مد التليفون لروني. وهنا بنشوف الكارثه، اتاري روني كان في الشارع لوحده وكانه اتجنن وبيضرب في دبان وشه. بس ايه اللي بيحصل يا شباب؟ لايك واشتراك ويلا نشوف حكايه بطلنا. اخوه قال له معلش ده اكيد من اثر الحادثه، وشويه كده ان شاء الله هتبقى تمام. وبعدها بنشوف روني بيزور قبر واحده مكتوب عليها اسم اليشا، وكان حزين جدا وبيعيط. ولما بيرجع البيت بيلاقي جيتو اخوه جايب له بنت عشان تخرجه من اللي هو فيه، وقالت له البنت انا هنا عشان اساعدك، اطلب اي حاجه. قال لها اغسلي الاطباق وفعلا دخلت تغسل. ايه الراجل الغريب ده؟ المهم قعد مع البنت ديت وقعد يحكي لها عن حبيبته، وقال لها انها ماتت. صعب عليها جدا وقررت تفضل معاه شويه، وبالفعل بدأوا يروحوا في الاماكن اللي كان بيروح ليها هو وإليشا، والبنت زي ما تكون حبته. وفي يوم رجع روني على البيت ورايح يبص على صوره متعلقه، المفروض انها كانت له هو وحبيبته. المهم لقى انها صوره له هو واخوه، اتجنن وقعد يصرخ فين إليشا؟ فين الصوره؟ حتى الفيديوهات اللي على الموبايل اتمسحت. ايه اللي حصل؟ قعد يندى على اخوه لكنه مش موجود. قام شغل الجي بي اس عشان يعرف مكان اخوه، وراح له على مكان شغله عند خالته وهو بيساله فين صور إليشا. ولما خالته حاولت تسلكه ومسك فرد الكاوتش وكان هيموتها بيها، طلعت فوق وقعدت تزعق له، حدفها بالطوبه. المهم خد اخوه وروح على البيت، وروني بيقول له ازاي صورتك انت هنا مكان إليشا؟ قال له الصوره دي ليا انا وانت من سنين، مفيش حد اسمه إليشا اصلا في حياتك. روني قال له طب فين الصور والفيديوهات بتاعتي اللي كانت على الموبايل؟ مفيش غيرك انت اللي مسحها لانك الوحيد اللي عارف الباسورد بتاعي. قال له يا عم دي كلها اوهام وما شفتش اي فيديو ليك مع حبيبتك دي اصلا، اهدى كده يا اخويا انا حاسس بيك. وهنا بيسمعوا صوت العربيات بتاع الشرطه. اكيد خالتك هي اللي بلغت زي كل مره، والنبي سامحها. اسامح مين؟ وكان عاوز يضربها ولكن الشرطه حشته لحد ما جه رئيس قسم الشرطه نفسه، ولكن روني مرضيش يضربه. خده على الاسم وقال له ليه بقى عاوز تضرب خالتك؟ كلت ورث امك ولا حاجه؟ قال له لا. طيب كنت عاوز تتجوز بنتها ورفضتك ولا حاجه؟ قال له لا، هو اصلا مفيش بنات في حياته. قام روني مكسر الكلبش وقال له طيب لو مفيش حد في حياتي ازاي قبرها موجود؟ يلا ودينا على قبر حبيبتك اللي مش موجوده دي. وراحوا هناك والظابط قال له ياه هو انت بتحب واحده كبيره في السن اسمها مارجريت؟ بص روني وكان مذهول جدا، ولكن كان فيه نقش موجود على القبر باسم إليشا. قال له اهو بص اسمها اهو. قال له عادي يعني، ما انت ممكن تكون انت اللي عملت. روني شاف الست دي قال لها تعالي انتوا كنت بتشوفيني هنا دايما. قالت لهم فعلا يا باشا كان بيجي هنا على طول، ولكن انا بحسب الست دي ام ولا حاجه وهو بيزورها. يا لهوي يا كدابه يا بنت الكدابين، وكان عاوز يموتها وفضل يجري زي المجنون ما بين القبور. وهنا بقى بنرجع بالذاكره شويه وبنشوف ان روني كان ضابط بحريه وبيجري ورا حرامي، وسحب تليفون من بنت ضرب بيه الحرامي وقعه على الارض، والتليفون اتكسر. وكان التليفون بتاع إليشا اللي زعلت على التليفون جدا، قام اداها التليفون بتاعه قال لها انا اسف، بكره ان شاء الله هصلح لك التليفون بتاعك واجيبهولك. والبنت إليشا شكلها كده اتجننت بيه وحبته، وبعدها بيومين اتصل بيها وقال لها انا صلحت الموبايل وعاوز اقابلك. واتقابلوا فعلا وخدت الموبايل في حضنها وكأنه ابنها الصغير.
وهم قاعدين بيتفاجئوا بعصابة بتضرب في شوية عيال غلابة، قام يساعدهم وضرب فيهم شوية. ولكن واحد منهم شكله شارب جامد رفع السلاح عليه. إليشا اتخضت وراحت عليه ووجهت المسدس ناحية راسها هي، وكأن روني بيقول لها لا الولد ده شكله شارب وممكن يموتك، ولكنه اتصرف في لحظة وضربه. وحضن إليشا وقال لها انت كنت هتموتي نفسك عشاني. ومن هنا يا معلم زادت علاقة الحب ما بينهم، حتى رسموا لوحة كبيرة ليهم سوا. بنرجع بقى من شوية الذكريات ديت على الضابط وروني. الضابط بيقول له طيب اكيد انت اللي قتلتها ودفنتها. قال له قتلت مين يا عم؟ دي ماتت معايا في الحادثة. حلو قوي يا جماعة، حادثة بقى يبقى فيه مستشفى. طب يلا بقى نروح المستشفى نشوف ايه الحكاية. وبالفعل راحوا هناك، والراجل ده قال لهم ده كان داخل المستشفى لوحده، ما كانش فيه بنات معاه. الضابط قال له تابع يا ابني مع دكتور نفسي، ما تتعبناش معاه. يا باشا انا مش واهم نفسي ولا حاجة، سعادتك طيب تعالوا معايا انا عارف مكان بيتهم، يلا نروح على بيتها. وراحوا للبيت ولقوه بيت مهجور ومحروق. حتى كاميرات المراقبة في يوم الحادثة بتبين انه كان لوحده. ايه بقى يا جماعة اللي بيحصل؟ يعني هو متجنن فعلا في الفيلم ده ولا ايه اللي بيحصل؟ وبالصدفة هم واقفين شاف كاترين اخت إليشا في العربية، جري وراها لحد ما راحت المعبد ده، مسكها من ايدها وقال لها انا روني حبيبي اختك إليشا، هي فين؟ قالت له انت مجنون، إليشا مين؟ اتدخل الضابط وقالت له انا اسمي بريانكا. حتى الكاهن قال له فعلا اسمها كده وبتيجي هنا من سنين. الضابط زهق وقال لهم خدوه على الحبس. تاني يوم راحوا وتنازلوا عن المحضر وطلعوه. رجع البيت حزين جدا، وكانت اوليفيا معاه، مرضيش يخليها تقرب منه وشافت دموعه، ودخلت هي مع نفسها كمان تعيط. الصبح قالت له فوق بقى كده، يلا تحب تشرب ولا تشم بودرة؟ قال لها بودرة مين يا ستي، اديني خمرة. قامت مطبقة الورقة ورمتها، وهي بترميها افتكر روني إليشا لما رسمت رسمة ليهم هما الاتنين وبترمي الورقة. قام جري وراح على البيت بتاع إليشا وقعد يدور على الورقة اللي رسمتها إليشا. وبعد تعب لما ملقاهاش خلاص، هنا روني صدق نفسه ان هو موهوب وان هو فعلا بيتخيل حاجات مش حقيقية، لحد ما وصل للناس المقنعة دي. شافهم روني وما اداهمش اي اهتمام وقال لنفسه دي اكيد اوهام زي اللي بتحصل لي. وراح يبص على الصورة لحد ما واحد فيهم ضرب عليه النار، وقع على الارض وفضلوا يضربوه كمان. بيمسح وشه شاف الدم، قال لنفسه دم، يبقى اكيد دي مش هلوسة، دول ناس حقيقية. واشتغل العجن تاني يا شباب، بس المرة دي الضرب بفتر. يلا نشوف شوية العجن دول سوا. بعد ما خلص عليهم المعلم روني حس بحاجة وقعت على الأرض، لف وراه وشاف الصورة، قعد يكسر في بقية الحيطة بس برضه شاكك في نفسه. قعد يدور على واحد صاحي لحد ما لقى الراجل ده، قام واخده قايل له انت شايف ايه في الصورة دي؟ قال له صورتك. طيب في واحدة معايا ولا انا بس؟ قال له في صورة بنت معاك. اتبسط جدا روني وكان عاوز يبوس الراجل، وقعد مع نفسه يفكر مين اللي معاه السلطة دي كلها ان هو يرشي كل الناس دي عشان تغير كلامها، وكمان يطلعوني مجنون ويمسحوا ذكريات إليشا من حياتي، حتى اخويا اللي هو من دم غير كلامه. يا ترى مين اللي معاه السلطة وبيتحكم في كل دول؟ العملية هتشعشع يا شباب، لايك واشتراك ويلا نكمل. المهم روح روني على البيت عشان يشوف اخوه متورط ازاي في الموضوع ده، ما لقاهوش في البيت. فتح دولابه لقى فيه فلوس كتير، وهنا اتأكد روني ان اخوه واخد رشوة هو كمان عشان يعمل كده. قام باعت له ريكورد على الموبايل، لو ما قلتليش الحقيقة هقتلك. وراح مشغل الموقع وراح على مكان اخوه، قعد ينادي ولكنه لقاه متعلق بحبل في رقبته.
واخوه قال له ما تقربش، ولكنه جري عليه ووقع في الحفرة، وقع حجر كبير معاه، قام رافع الحبل لفوق يشنق جيتو. طلع روني بسرعة ومسك اخوه، وفي اسلحة اتحدفت عليه من كل مكان، جت بلطة في كتفه راح واخدها وراح قاطع الحبل ونزل اخوه. واخوه بيقول له انا اتورطت عشان انقذك، سامحني يا اخويا. وقبل ما يقول له اسم اللي عمل كده قاموا شادينه بالحبل من قدام اخوه. ضرب شوية وجري ورا اخوه اللي كان بيودع. وهنا ظهر المعلم ده وهو بيزمر، افتكر روني ان هو شافه قبل كده في المستشفى. كانوا هيضربوا اخوه بالطلقة، ولكن روني خدها مكانه، ولكن الكلب ده قام حتفه بسهم مسمم، ومات جيتو وهو بيقول له خد بالك من نفسك يا اخويا. جري وراهم روني، والكلب ده بيقول له هنتقابل تاني لاني ما عنديش اوامر ان انا اموتك دلوقتي، الحكايه لسه مطوله شويه. وبيوصل الضابط للمكان وبيشوف جيتو وهو مقتول، وبيسمع بالصدفه الريكورد اللي كان روني بيقول فيه لاخوه لو ما قلتليش الحقيقه هقتلك. وهنا المساعد اللي معاه بيقول له يبقى اكيد روني هو اللي قتل اخوه. قال له لا اكيد في ان لانه اخوه، وبعدين اللي انا اعرفه انهم بيحبوا بعض جدا. وراح على اوليفيا قالت له معرفش حاجه، وكلمت روني قالت له الشرطة كلها بتدور عليك. راح روني يسأل على الدكتور عشان يعرف منه أي حاجة، لقاه مقتول. دور في كاميرات المراقبة وشاف إن كاترين أخت إليشا واقفة مع الشخص اللي قتل أخوه من شوية. خلى الكاهن كلمها ووصلت كاترين للمعبد وشافت روني، وروني قام مولع حواليها وقال لها لازم تقولي لي الحكاية. قالت له الناس دي خطر جدا وانت مش هتقدر عليهم، حرقوا بيتنا وهددوني انهم هيقتلوا كل الاطفال الايتام. طيب مين هم بقى الناس ديت؟ وكالعادة قبل ما تنطق وصل الكلب واللي معاه، ولكن روني انقذها منهم. والراجل مشي، ولكن الموبايل وقع منه. شاف اخر المكالمات لقاها لمين بقى؟ لقاها لاوليفيا. قام رايح بسرعه روني على اوليفيا وقال لها انت خاينه. قالت له من ساعه ما شفتك وانا بطلت مبدأ الخيانه لان حبيتك بجد. في نفس الوقت ده اتضرب عليهم نار وقعدوا هما الاتنين يضربوا في العصابه دي. وكان روني هيتضرب برصاصة، ولكنها فادته وخدت الطلقة مكانه، انقذته البت الجدعة. وقبل ما تموت قالت له انا حبيتك بجد وهقولك على حاجة هتسعدك جدا، إليشا لسه عايشة، روح دور عليها. ما صدقش نفسه وراح على قبرها، حفروا ولقاها فعلا عبارة عن حجارة وشوية لعب أطفال. قعد يصرخ وينادي على اسمها. نرجع بقى بالزمن شوية عشان نعرف فين إليشا، وبنشوف إليشا متأيدة وبتصحى تلاقي جنبها نمر كبير شرس وصور كتير ليها في المكان بس متعرفش عنها حاجة. وهنا بيدخل شاكتي المسؤول عن كل حاجة، اللي بيحكي لنا الموضوع ان حبيبته شبه إليشا بالظبط ولكنها متوحشة زيه وممكن تقتل اي حد وتاكل احشائه كمان، وبالتالي عجبت المعلم شاكتي وهي بتقول له هنا محدش غيرك يقدر يلمسني يا حبيبي. وحبوا بعض لانهم متوحشين زي بعض. وفي الجوازة دخلت عليهم عصابة بوظت الفرح وقعد يضربوا النار. وشاكتي وحبيبته شغالين ضرب فيهم وقتل في العصابة وكأنهم بيرقصوا سوا لحد ما خدت طلقة في صدرها وماتت. راح شاكتي على الكنيسة وقعد يتكلم، انا ما صدقت لقيت حبيبتي، ليه تموت دلوقتي؟ انا عاوز واحدة زيها يا اما هقتل ناس كتير ولو لقيتها هعمل خير كتير. وهو طالع كان في اللحظة اللي روني بيرجع فيها الموبايل المكسور بتاع إليشا، فاكرين الحتة دي؟ وهنا شاف المعلم شاكتي وقال ياه بسرعة كده يا رب، ولكن شافة بتحضر روني قال مش مشكلة انا كده كده هجيبها بطريقتي. وقعد فعلا يراقبهم، وحتى في الحادثة هو اللي بعت رجالته خدوها وخرجت روني من العربية. نرجع بقى في الحاضر دلوقتي. هنا شاكتي بيقدم لها خاتم وطلب ان هو يتجوزها، ولكنها من الصدمة فقدت الوعي. صحيت لقيته نايم جنبها. انت عاوز ايه يا مجنون؟ انت حبيبتي افانتيكا ولازم اتجوزك. قامت طعناه بالسكين وهو مستمتع جدا وكأنه بياكل حلاوة. انت تعملي اللي انت عاوزاه يا مزة المزاميز انت. قال لها انا راجل مسن بس بحبك بجد، سيبك بقى من شباب اليومين دول اللي ممكن يحبك يومين وينساكي. قالت له روني عمره ما ينساني.
قال لها شهر واحد بس وهينساكي ومش هيفكر فيكي تاني ابدا. قالت له انت هتشككني في نفسي ليه يا عم؟ شهر مين؟ طب انا هديله سنه كامله، ولو نسيني انا هتجوزك في اخر يوم في السنه دي. وتم الاتفاق بينهم على كده. وتقريبا كده خلصت السنة، وبنرجع لروني اللي راح على قسم الشرطة للظابط، والعسكري رايح يمسكه قال له انت بتعمل ايه؟ ما يكون هو اللي جاي يسلم نفسه بنفسه. وهنا شكل مساعد الظابط ده خاين، وبعت رسالة شكتي بيقول له ان روني هنا في المركز. وبالفعل وصل اخو شكتي وادى للظابط فلوس كتير وقال له سلمه بدل ما اقتلكوا وهاخده برضه. قال له يا باشا لو عاوز تاخدني معاه كمان انا ما عنديش مانع، هو في احلى من الفلوس؟ نروح لشاكتي وإليشا اللي بيقول لها فاضل 23 ساعة بس على نهاية السنة واتجوزك، لان روني نسيكي خلاص وحب واحدة تانية. وقعد يشغل لها فيديوهات ليه هو واوليفيا. زعلت وقالت له طب اخر حاجة انا عاوز اشوفه دلوقتي. قال لها ساعة ويكون عندك. ووصل فعلا وخدته بالحضن وقالت له الناس دي بتقول انك ممكن تنساني. قال لها انا فعلا نسيتك لان عدى سنة كاملة عارف انك ميتة وكان لازم انساكي واعيش حياتي. قامت ضرباه بقى انا مستنياك بقالي سنة وانت تقول انا نسيتك؟ طيب انا هتجوز شكتي وحالا دلوقتي. واخو شكتي هنا بيقول له انا مبسوط منك عشان نفذت اللي قلت لك عليه عشان حبيبتك ما تموتش، بس اخويا استنى سنة كاملة عشان حسالة زيك ولازم اعذبك شوية عشان السنة دي. قال له سنة ايه يا عم؟ قال له حبيبتك كانت مراهنة اخويا انك مش هتنساها السنة دي، واحنا عملنا اللازم عشان نمحيها من حياتك، بس انت بقى طلعت حبيب واصيل وتعبتنا قوي وبرضه ما نسيتهاش. ولكن في النهاية احنا اللي كسبنا الرهان، خدوه على السلخانة يا ابني انت وهو. وبعد شوية عذاب بيفوق الوحش، وبتضح لينا ان الضابط كان عارف ان المساعد اللي معاه مخبر، وكان الضابط مرتب هو وروني اللعبة دي عشان ياخدوا روني ويعرف مكانهم. وحصل يا معلم، وقعد روني يخلص عليهم. وخلص على اخو شكتي كمان. وراح على الفرح دخل زي النسر وقعد يخلص عليهم زي الاسد. بس شكتي تعبه شوية لحد ما خلص عليه هو كمان. يا لهوك يا عمران، ده كله عشان إليشا؟ امال لو نانسي عجرم كنت عملت ايه؟ وهنا بيخلص فيلمنا يا شباب، وما تنسوناش بلايك واشتراك